لما عملت المكدوس شمست الفليفلة على السطح. فقبل ما شمسها كنت مقمعتهم للفليفلة وشلت البذور اللي فيها. فهاد بدل ما نكبه رح نستفاد منه نعمله فلفل أبيض. بشيل البذور بس فبيطلع فلفل أبيض تماما مثل السوق. بس أنا خليت الشروش وخليت هاد الأحمر شوي، شلت بس القمع الأخضر لحتى استفاد منه يعطيني نكهة أطيب. بنضفهم منيح من هذا الأخضر وبخلي العرق الأحمر كله مع الشروش. طبعا هون كنت مشمسة الفليفلة، بعدين شمست البذور لوحدهم. مثل ما قلت لكم البذور لوحدهم رح يعطيني فلفل أبيض مثل السوق تماما، بس أنا خليت الشروش لحتى استفاد منه أكتر. وبتتركون لحتى ينشف منيح منيح. أخذ معي حوالي 3 ل 4 أيام لأن كانت الشمس قوية. هون طحنته أول دور، وهلا رح أطحنه الدور الثاني. مثل ما شايفين طحنته بطاحونة البهارات، وهي الشكل النهائي. مثل ما شفتوا بدل ما نكبهم استفدنا منهم بتحضير بهار بنكهة رائعة. فعلا جربوها ورح تعجبكم كتير.